اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر اثير الاولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 وعبر موجاتنا الممتده من شمال الى جنوب الوطن. الموجه العامه 106.3 وموجه الجنوب قطاع غزه 102.9 وموجه الشمال 107.6. حلقة جديدة ومتجددة دائما بكم ومعكم مستمعينا الكرام من عمار يا بلد. هذه تحياتي في الإعداد والتقديم جورج خنواتي، وتحيات حاتم طقطقة في الهندسة الإذاعية. ضيفنا في الاستوديو اليوم المتحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع المدني الرائد نائل عزة. أهلا وسهلا بك عبر أثير راديو بيت لحم 2000. حياك الله جورج، حياك الله أنت وطاقم العمل في راديو بيت لحم 2000 وكل أهلنا وأحبتنا محافظة بيت لحم وكل مستمعين راديو بيت لحم 2000. أهلا وسهلا فيك. الاتصالات راح تكون مفتوحة وفي مجال أخذ الاتصالات على 02-277-4882 أو 3. إذا عندكم أي استفسارات للدفاع المدني وللرائد نائل العزاء عن التحضيرات، خلينا اليوم نروح باتجاه نتحدث عن التحضيرات للمنخفض الجوي القادم التي تحدثت عنه الأرصاد الجوية. نعم. وأنتم في الدفاع المدني. لكن قبل أن نذهب إلى الحديث عن المنخفض الجوي نتحدث بتفاصيل الاستعدادات، التطورات. هل هناك أي تطورات جديدة في جهاز الدفاع المدني لاستقبال هذا المنخفض الجوي؟ نعم، حقيقة أستاذ جورج بنشكر راديو بيت لحم 2000 على تناوله هذا الموضوع الهام واللي أكيد بمس حياة الناس وبمس ممتلكاتهم، واللي بنحب نوصل رسالة بأنه الاستعداد مسألة فطرية يجب أن تصبح لدى المواطن، وإحنا ما بدنا ضحايا، ما بدنا خسائر، ما بدنا قطاعات تتعرض لخسائر عشان قلة استعداد أو إهمال. نعم. فدائما نحن نتحدث عبر وسائل الإعلام حتى المواطن ينتبه ويتحذر، ونضلنا نذكر فيه بشكل دائم ومستمر بأهمية حياته، بأهمية حياة أسرته، بأهمية ممتلكاته، منزله، مركبته. حقيقة هاي يعني هو بدفع طول عمره ثمن حتى انه يحصل على هاي المنفعة ويبقيها بأمان ويبقيها يعني خارج إطار المخاطر. الاستعداد الدفاع المدني بتصير بثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو على صعيد المؤسسة، وصعيد المؤسسة تعليمات مدير عام الدفاع المدني اللواء الكون يوسف نصار دائما واضحة: الطواقم مستعدة، الطواقم يكون عندها مسؤولية، عدم التراخي في العمل، حياة الناس على الهاتف، مشكلة الناس على الهاتف، استجيبوا لكل النداءات. وهذا بيستدعي تطوير نظام الاستجابة من حيث تلقي المكالمات والبلاغات، ونظام عمليات متطور بحيث انه انت بترصد حركة المركبة وين بتروح وين بتيجي، بتسجل المكالمات لو حدا بده يعترض، وهذا كليته بده تطوير. على مستوى التدريبات، هناك تدريبات تتعلق بالإطفاء دائما مستمرة، الإنقاذ دائما مستمرة، إدخال المعدات والآليات دائما مستمرة. يعني إحنا خلال العامين الماضيات تم إدخال ما يعادل 30 مركبة متطورة كليتها بتمتلك معدات تقنية قادرة على إنها تقوي قدرة رجل الدفاع المدني بإنه يدخل للمنازل المحترقة، بإنه ينقذ أشخاص من حوادث السير، بإنه ينقذ أشخاص سقطوا في آبار أو مناطق نائية. كل هاي المعدات والإمكانيات دائما بنحب نطورها حتى إنه يكون رجل الدفاع المدني قادر على إنه يقدم الخدمة وما يكون متفرج وما يكون عاجز عن تدخل في لحظات حاسمة بتمس حياة المواطنين وممتلكاتهم. أيضا الاستعداد على مستوى المؤسسة هو
نشر التوعية. وإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني حقيقة عم نشوف نشرات توعوية نعم. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرسائل الأسبوعية على الإذاعات كمان. نعم صحيح. احنا بنحب كمان كعلاقات عامة نكون موضوعيين في طروحاتنا، بنكون دائما بعيدين عن التهويل وعن المجازفة وعن المبالغة في أداء الدفاع المدني، حتى انه يكون بشكل موضوعي كما يحب المواطن، كما يحب يستمع المواطن. ايضا ما بدنا الإشاعة، احنا عمليا بننشر الأخبار بشكل دائم ومستمر، وبننشر الأخبار بشكل واسع عشان ما يكون في إشاعة. احنا بنحب نوجه الإخوة الصحفيين ونوجه المواطنين على انه مصدر المعلومة فيما يتعلق بحالة الطقس وفيما يتعلق بأداء الدفاع المدني مسألة هامة. على اساس هيك احنا دائما بننشر رسائل وبننشر الاخبار بشكل دائم ومستمر، حتى انه نمنع الاشاعه ونمنع المبالغه. وانا باكد لك استاذ جورج بانه هناك استثمار في حاله الطقس، هناك استثمار في حاله الطقس. انا ما بعرف شو السبب. يعني هاوي طقس بيكون عماله بده بس يحاول ياخذ اكثر عدد من الاعجابات واللايكات. هذا الحكي مش صحيح. حالة الطقس بتحسي منافسة بينهم، انه بده يطلع الخبر يعني بطريقة ملفتة اكثر 100%. للمواطنين. واضح انه هناك استثمار، والمواطن الفلسطيني واضح انه يعني ذكي وفاهم الامور وبتنبه وباخذ الرسالة من مصدرها. ولكن الاتجار بهذا الموضوع خطير جدا. يوم بيعلن عن حالة استعداد وانه امطار غزيرة وانه في اغلاق للشوارع، وهاي المسألة هذا بيسبب ارباك في المجتمع، بيسبب خسائر، بيروحوا الناس يعني بيهلعوا على مواقع التجارة والاسواق حتى انه يتزود بحاجات مش اساسية، حاجات كمالية. هذا موضوع مهم جدا، عشان هيك الدفاع المدني بحذر عبر وسائل إعلام موثوقة للمواطنين، حتى أنه يكون في توعية وفي قلة خسائر. وتجربة الأردن أستاذ جورج مش سهلة، يعني حقيقة تجربة الأردن مؤلمة. أكثر من 32 شخص بيفقدوا حياتهم بالأول تنظيم رحلة، وهناك تحقيقات في الأردن حول كيف نظموا الرحلة وليش وكيف تجاوزوا الأرصاد الجوية وتحذيراتها. عن انه الحاجز انفتح تبع السيل نعم. هناك جدل كبير جدا جدا. ولدينا 12 شخص من بينهم منقذ من الدفاع المدني، قضوا في قلة وعي من انه دخلوا في مركباتهم لمجاري السيول. حتى لو باغتتهم السيول كان في فرصة للتوعية أكثر من انه ندخل في هاي الحالة. بما انك تطرقت للي صار في موضوع الأردن الشقيق، يعني ناخذ العبر احنا كجهاز دفاع مدني في فلسطين، ناخذ العبر من التجربة اللي صارت. حقيقة على المستوى البعيد بناخذ عبرة، ولكن على المستوى القصير في الوقت الحالي احنا عمليا قاعدين بنحاول. تعليمات المدير العام كانت في بداية حالة عدم الاستقرار الجوي بأنه رفع حالة الاستعداد والجاهزية لو اليقظة والتنسيق مع الشركاء وخاصة البلديات بزيارة كل المناطق اللي فيها احتمالية تشكل السيول. على سيرة البلديات وعلى سيرة القرارات اللي بتحكي عنها، نعم. البنية التحتية الموجودة عندنا في الوطن يعني وفي المحافظات يعني مش كثير قوية، ودائما بنشوف شوارع بتتسكر. امبارح شفنا في طوباس يعني كان في شوارع تسكرت. نعم. شفنا كمان في المحافظات الأخرى المي بتتسكر، الشوارع تتزفت جديد، بتصير تشوف انت المناهل لسه مش مفتوحة. نعم. الخطوط المياه لسه مش مفتوحة، المصارف مش مفتوحة. صحيح. يعني كان في متابعة من قبلكم، كان في يعني تنبيهات للمجالس البلدية والقروية انه لا يا عمي روحوا افتحوا جهزوا اموركم رتبوا حالكم. نعم. رتبوا اموركم، جاينا منخفض قوي، جاينا منخفض يعني بده يكون في مياه كثيرة. استاذ جورج هذا السؤال حقيقة يجب ان البلديات واصحاب القرار ياخذوه بمسؤولية ومحمل الجد. نعم. احنا مقبلين على مرحلة تتعلق بالتغير المناخي. نعم. تحدث عن حالات عدم استقرار جوي كثيرة ومتكررة في اوقات قياسية. تحدث عن امطار غزيرة في وقت قياسي في مناطق عشوائية ما بتقدر تحددها. والبنية التحتية متباينة. أنا ما بقدر أتحدث عن بنية تحتية لمدينة قوية وفاعلة مع بنية تحتية في قرية أو في منطقة في مجلس قروي إمكانياته المتواضعة ما بتسمح له يطور بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب متغيرات تتعلق بالتغير المناخي. ولكن هناك خطأ يرتكب المواطن وترتكب المؤسسة. احنا بنجني ثمار فصل الصيف من الغبار والأتربة والأوساخ والمخلفات اللي بنلقيها في الشوارع طوال العام، ومهما كانت كبر العبارات ومصارف تصريف المياه راح تسكر. فاحنا عندنا نقطتين: الاول انه البلديه توظف عمال يعني يتفقدوا هاي المصارف باستمرار، وكمان بنناشد المواطن بانه ما يلقي هاي الكمامه وهاي المخلفات في مصارف المياه. انا اذا بدي اعرض لك مجموعه صور موجوده على موقعنا على الفيسبوك،
اتفرج عليها، كل الزيارات الدفاع المدني لمواقع العبارات تصريف المياه مليئة بالأوساخ والأتربة ومخلفات ونفايات. يعني هاي بالتأكيد جاية في محافظة من المحافظات القريبة جدا علينا برموا حيوانات كاملة بالضبط في العبارات. بالضبط. فبالطبيعي مهما كانت كبر هاي العبارة راح تسكر. نعم. فإحنا مع أول شتاء تظهر عندنا ضعف البنية التحتية، بيظهر تماما. وأنا بدي أذكر في إنه بلدية الدوحة استثمرت مبلغ كبير جدا في عبارات ضخمة، وكان في مشكلة حقيقية، وأنا من سكان الدوحة وما بحكيها يعني في إطار المثال لدور البلديات. عملت شبكة صرف صحي وتصريف مياه وأنهت المشكلة حقيقة. بيت جالة أيضا كانت تغرق كل عام، بيت جالة في مناطق الزيتونة وفي مناطق الأوتيلات اللي كانت، واليوم عملت بنية تحتية. الآن أنت كيف ممكن تقيس هاي القوة البنية التحتية؟ مع أقوى منخفض جوي قادم ممكن تعاود تفيض هذه الأمور وبترجع بتعيد ترتيب البنية التحتية من أول جديد. ولكن من 3 سنوات من ما بلشت هي تعد هذا المشاريع البنية التحتية انخفضت المسألة. أيضا في المشكلة أيضا لدينا في طول كرم مسألة مهمة ترتيب عبارات، وكان في حل جذري. أيضا في جنين كان لدينا مجموعة شوارع تغلق بشكل دائم وبشكل مستمر، وعملت البلديات على توسيع المصارف المياه، تفقدها بشكل دائم، تفقدها مع البلديات. رئاسة المحافظ للجنة الطوارئ في كل محافظة شيء مهم جدا. طبعا. المحافظ هو الشخص اللي لديه كل المسؤوليات ولديه كل الصلاحيات لاستثمار طاقة المؤسسات وتوجيهها للمناطق الخطر. أيضا لا ننسى مشكلة وادي النار. نعم. العام الماضي أغلق شارع وادي النار بالكامل، وشارع وادي النار مش شارع عادي، هو الرابط الحيوي بين الشمال والجنوب. نعم صحيح. فكان في رسالة من مدير عام الدفاع المدني لدولة رئيس الوزراء، بحكم بأنه هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، وجه هذا الكتاب لوزارة الأشغال العامة والحكم المحلي، وتم إعادة تهيئ المنطقة بحيث أنه ما تتكرر هاي المشكلة. إذا نحن نتحدث حقيقة عن مسائل في الوقت القصير بنحلها مش بشكل جذري، احنا بنتعاطى معها، بنتكيف معها. يعني اللي صار في وادي النار السنة ما مش رح يصير هاي السنة حسب قوة الأمطار. احنا تهيئ البنية التحتية أستاذ جورج على آخر منخفض. نعم. مش ما بيجي بيقول والله أنا عندي عبارة بدي أسويها 18 متر، هو بيقول أنا العبارة الأربعة 4 إنش مثلا أو 8 إنش. نعم. ما صرفت المياه، أنا لازم أسويها 16 إنش. طب إذا أجت أمطار غزيرة فاقت هذه القوة ترجع بتعيد هيكلتها. ولكن إذا أجت أقل من 8 إنش قوة الأمطار أنا بتتصرف عند الأمطار. طب ليش ما نحط من مرة عبارة كبيرة؟ إدارة الكوارث أستاذ جورج، إدارة الكوارث تبنى على آخر سيناريو محتمل، إضافة إلى مجموعة إضافات معيارية تصل إلى 15% أو 20%، لأنه هناك يصبح في مبالغة، هناك يصبح في مبالغة في المصروفات. أنا أتحدث بشكل مهني وعن ما هينا نصرف على الطالع والنازل مصاريف، خلينا نصرف على البنية التحتية تاعتنا، وخلينا نجهز تكون البنية التحتية جاهزة وتكون مرتبة. يعني بدل اللي بنصرفه على سفريات وعلى هون وعلى هون وعلى شغلات، نصرفها في البنية التحتية تاعتنا عشان نخفف كوارث، عشان نخفف مصايب تصير فينا أنا أستاذ جورج في هاي البلد. يعني أنا أستاذ جورج يعني لا أختلف أنا وياك، ولكن أنا بتحدث حقيقة عن استثمار وموازنات للمجالس القروية البلدية أن تضع التغير المناخي في الاعتبار، الزيادة السكانية يعني في الاعتبار. هذا المفروض من أي كل مجلس بلدي ومن كل مجلس خطة قروي. تنمية. صحيح. المجلس البلدي بيطرح خطة تنمية لمدة 5 سنوات. انت كمجتمع وكصحافة روح اطلع على هاي الخطة، وخلي الصحفيين المؤثرين يدرسوا هاي الخطة، ويقول له انه انا مش شايف ولا شيء يتعلق بحياة الناس. يقول له دائما بتتعلق بالمستويات الثقافية، المستويات الاقتصادية، كل شيء بتعلق بحياة الناس. إذا لم توضع حياة الناس كأولوية في أي خطة تنمية بالتأكيد أنا مش راح أقدر أوعيهم ومش راح أقدر أوفر الأمن والحماية طيب لهم. خلينا ناخذ اتصال على 0227748882 أو 3. ألو مرحبا. الو مرحبا. هلا بيك. كيف حالك؟ الله يسعدك، تفضل. يعطيك العافيه. حي الله. بحكي سامي زياده من واد رحال بيت لحم. حياك الله. هلا بيك. شو اخبارك؟ شو الله يسعدك، ربي يخليك. الله يسعدك. اخي جورج بدي اصبح عليك وعلى ضيفك الكريم اخونا الاستاذ نائل العز. الله يسعد صباحك سيدي. الله يسعد صباحك. اول اشي بدي احكي شغله، انه هو اللي حصل في الاردن، اول اشي نسال الله الرحمه لهم طبعا اكيد. الله يرحمهم. الله يرحمهم. طبعا احنا زي ما قلت في مثل المتعارف عليه بقول لك خذ فالها من اطفالها، شايف؟ واحنا بدنا ناخذ الدروس والعبر في هذا الموضوع، شايف؟ انا بس بدي اقول لك شغله، انه لما على الاردن
بالنسبة لقصة الأردن، طبعا أنت بتعرف يا أخي نائل صديق العزيز، تفضل. إنه كل الناس كانت مبلغة إنه في منخفض جوي بده يصير، يعني المفروض إنهم ما طلعوا هذه الرحلة، بس شو بدنا نقول، شاءت الأقدار إنه تصير هاي الأمور. نعم. شايف الحين إحنا يعني على مستوى عنا في فلسطين، أنا بدي تفضل. أسأل سؤال واحد، مثلا كقرية من القرى خلينا نقول، يعني لما لا سمح الله بده يصير حريق في إحدى البيوت مثلا، نعم. أنا ما بدي ألحق أتصل في الدفاع المدني مثلا، بده ساعة يجيني ولا نص ساعة. نعم. الله هو البيت مولع كلياته. صحيح. هذه واحدة. اثنين، كيف أنا ممكن أتعامل في شغلة زي هذه أنا لما بصير عندي حريق في البيت مثلا لا سمح الله، أو في أي بيت منزلي، نعم. وأنا مثلا في الدوحة، أو نعم. أنا مثلا في واد رحال، أو أنا في الخضر، أو أنا نعم. في أي منطقة. طب أنت أكل إشي بدك نص ساعة منك تجيني. أنا راح أعطيك إجابة يعني من برنامج تتبع المركبات، مش راح يعني أضللك، وحقيقة راح أعطيك مدة الاستجابة اللي بيتعامل معها الدفاع المدني حسب آخر مقياس تم قياسه لعام 2017. نعم. الدفاع المدني معدل الاستجابة لطواقمه في محافظة بيت لحم 13 دقيقة. نعم. تمام. وهذا ناتج عن وجود مركزين للدفاع المدني فقط. لدينا مركز في منطقة السوق المركزي، ولدينا مركز في العبيدية. نعم. منطقة الدوحة بيستجيب لها خلال 4 دقائق، ومنطقة بيت لحم نتيجة الاكتظاظ بيصل لها خلال 7 دقائق. منطقة واد رحال أنا بأكد لك بده بين 15 دقيقة ل 18 دقيقة. الآن بنحاول نبني مركز للدفاع المدني في منطقة بيت فجار، وبنحاول نبني فرقة متطوعين في منطقة تطقوع، إضافة إلى مسألة الوعي المجتمعي اللي إحنا قاعدين بننظمها من خلال الدورات الميدانية اللي بننظمها مع قطاع التربية والتعليم، مع ربات المنازل، مع المؤسسات الفاعلة في كافة المناطق، إضافة لفرق المتطوعين اللي إحنا قاعدين بندربها حتى يكونوا مستجيب أول. هذا الحديث أنا بقول لك إنه أنا أتحمل مسؤولية كابن لجهاز الدفاع المدني بإنه محافظة بيت لحم لا يوجد فيها إلا مركزين. هذا بتطلب من المجالس القروية والبلدية بإنه تحاول تلاقي قطع أراضي مناسبة، نحاول مع بعض كدفاع مدني مع هاي الأجهزة إنه نوفر منح حتى إنه إحنا نبني مراكز. التأخير في استجابة الدفاع المدني مش ناتج عن جهل ولا ناتج عن تقصير، هو ناتج عن قلة عدد المراكز. إحنا في الدفاع المدني مثلا على سبيل المثال في محافظة الخليل 11 دقيقة تنخفض مدة الاستجابة، وفي جنين 8 دقائق. وكل ما زاد عدد المراكز وكل ما كان أقرب للتجمعات السكانية كل ما كان في مدة استجابة أكثر. كمان أنا ما بطلع بضل المواطن، إحنا استجابتنا في حالة الوفاة اللي حصلت العام الماضي كانت 45 دقيقة. 45 دقيقة يوم انتقل فريق الإنقاذ من بيت لحم إلى منطقة عرب الرشايدة احتاج إلى 45 دقيقة. لو كان في مركز للدفاع المدني في منطقة بيت فجار بالتأكيد راح ينزل على منطقة الرشايدة بأقل من هيك بكثير. فهاي المسألة احنا بنحاول نرتبها، وبعتقد خلال تقريبا ال5 سنوات القادمة راح يكون عندنا 75 مركز للدفاع المدني يشمل 680 تجمع سكاني. احنا اليوم لدينا 50 مركز للدفاع المدني، نأمل خلال ال5 سنوات القادمة يكون عندنا 75 مركز. هذا بحاجة إلى تدريبات، بحاجة إلى إمكانيات، بحاجة إلى وضع الدفاع المدني على أولوية الحكومة فيما يتعلق بتطوير نظام الاستجابة. أتأمل أني أنا قدرت أجاوبك على السؤال، وهذا مش تهرب من السؤال، ولكن أنا بضعك بشكل حقيقي وبشكل موضوعي عن خطط الدفاع المدني. طيب أخي نائل، يعني سريعا بحياتك مقاطعة لحديثك، أوكي أنت بتقول مزبوط، بدك بدنا مراكز وبدنا إشي، أنا معك فيما تقول. فأنا هذه همسة أهمشها في أذنك وفي أذن كل المستمعين اللي بيسمعونا، إنه يا جماعة أنا بكرر كمان نفس ملاحظة الأخ جورج أو من قال في بداية البرنامج، بدل ما إحنا ننفق هذه الأموال إلى السفر على شيء فاضي، يا ريت إننا ننفقها في أقول لك في بناء المراكز. أنا بدي بس بناء مراكز زي ما تفضل أخونا نائل، على أساس إنه أنت تحاول تقدر تقلل من كمية الحرائق اللي بتصير. شوف، تقليل كمية الحرائق بينتج من وعي المواطن والتزامه بالإرشادات والقوانين. نعم. فيش حدا بيقدر يمنع الخطر، ولكن انت الخطر الصغير انت بتقدر تعالجه في مهده. كل ما كان هناك توعية، كل ما كان هناك رعاية. انا اسمع استاذي صديقنا، انا باكد لك على انه احنا لسه ما زلنا في مرحلة متأخرة في الوعي. احنا يوم ما بدنا نيجي نسوي تكاليف للمنزل بنختار ارخص الاجهزة وبنختار ارخص تجهيزات وتمديدات الكهرباء. احنا جرة الغاز بتقعد 20 سنة، والاثاث في المنزل بنغيره كل سنة وكل سنتين. احنا ما بننفق، احنا كل شيء بتعلق بالسلامة العامة بنخضعه للتكلفة. انا
كشخص بأكد رسالة بأنه حياتنا مش خاضعة للتكلفة، حياتنا هي في سلم الأولويات. وإذا كانت المراكز والمجالس القروية مش قادرة توفر مركز دفاع مدني في الوقت الحالي، أنا بقدر أشتري أسطوانة إطفاء وأحطها في المنزل بأقل التكاليف. طيب أنا هاي رسالة. شكرا لك. وصلت بارك الله فيك. طيب يعني هاي صورة وصلتني من مستمع عم بسمع في البرنامج هلا. هاي العبارة اللي حكيت عنها اللي في بيت جالة. أوكي. هاي العبارة الجديدة اللي تركبت في بيت جالة. اطلع في أول شتوة هاي. أوكي. هاي بس لاطلاعكم. أوكي ماشي. هاي من واحد عم بسمع البرنامج بعت لي اياها، بيحكي لك تفضل يعني هاي العبارة اللي حكيت عنها، اللي انفقوا عليها واللي سكروا شوارع واللي اعاقوا الحركة وغيروا شوارع وغيروا اتجاهات عشانها. طب هذه رسالة للدفاع المدني ولا بلدية بيت جالة. وانا باكد لك بانه انا مجرد اني اخرج بالبرنامج راح اتوجه لدفاع مدني محافظة بيت لحم، يزور هاي المكان مع البلدية ويطلع على ايش الاشكالية وليش هاي المياه. يعني معقول البلدية مش شايفة هاي المشكلة صار لها كم من يوم؟ انا اشوف استاذ جورج، احنا اليوم مجتمع متطور متحضر، اليوم نستخدم وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل العصري مش بس عشان ننتقد، عشان نوصل رسالتنا للمسؤول. نعم. واي مسؤول اليوم في البلد اذا ما كانش منتبه وحاط التطور وسرعه وصول المعلومه للمواطنين بالاعتبار، تاكد تماما انه هو راح يكون ورا. انا امبارح كانت في مناشده على الفيسبوك، واحد عمل لي تاج ولا نائب المدير العام العميد عمر البزور عملنا تاج في موضوع طوباس. نعم. مباشره تم توجيه طاقم دفاع المدني في طوباس، تم توجيه الاشغال العامه، وهذا بجوز يعني جزء من الرساله اللي احنا ممكن نتحدث فيها. انا كمان بناشد بلديه بيت جالة بكل مسؤوليه وبكل مهنيه بانه تشوف ليش هاي العباره عاودت تراكمت المياه فيها، وهل هذا التراكم بشكل خطر او ضرر على البيئه؟ هذا هو السؤال المهم. يعني إذا هي تجمع مياه نتيجة والله في حفرة في المنطقة أو في تضاريس. هاي المنطقة اللي سووا فيها العبارة يعني. نعم. هاي نفس المنطقة اللي فتحوا فيها الشارع واللي سووا فيها العبارة، مش منطقة بعيدة عنها. نعم. احنا بدناش نناشد، المفروض ما نناشد يعني. احنا ما بنناشد كجهاز دفاع مدني، ما بدنا احنا ما بنناشد، احنا بنقول هذا جزء من المسؤولية. وانا قلت لك بطلع من البرنامج بحكي مع مدير الدفاع المدني في بيت لحم حول هذه المشكلة، وبتوجه هو البلدية في تلك المنطقة. طيب يعني وبنحلها. يعني المفروض هذا اللي احنا نوصل. المفروض انه يكون في حلول. يعني احنا خلال الايام الماضيه القليل الماضي كان في شتاء وكان في شوارع تسكرت شوي، كان في كميه امطار هطلت منيحه، فالمفروض انه احنا نكون عارفين وين المشاكل اللي راح تواجهنا. المفروض من البلديات، المجالس البلديه، المفروض من الدفاع المدني كمان. يعني لو يكون في لجنه مراقبه من قبل الدفاع المدني على المجالس البلديه يتابعوا الامور هاي. القانون واضح استاذ جورج. نعم. كل عضو بلدية هو عضو في لجنة الطوارئ المحلية للدفاع المدني. نعم. هو عضو مثل مدير الدفاع المدني ومدير الشرطة. يا أستاذ العزيز، احنا بنشوفهم مش إلا عند الصور وعند التصوير، يوم بدهم يتصوروا في المنخفض وفي غرفة الطوارئ. يعني احنا بنتمنى نشوف، واحنا كمان نفس الاشي. هاي رسالة احنا كمان بنشوفها. يعني احنا نتمنى كمان يكونوا يعني المحافظين كمان، المحافظين زي مثال زي الدكتورة ليلى غنام موجودة على في غرفة الطوارئ دائما وعلى تواصل دائم. نعم في رام الله. كمان نتمنى من الاخ كامل حميد ابو فادي. يعني ابو فادي مشهود له يعني حقيقة، مشهود له. وانا يعني كنت احد العناصر مشهود له في الخليل. يعني بنتمنى انه في بيت لحم كمان. يعني ابو فادي شايفين عم بيسوي في ابو فادي يا سيدي زار الدفاع المدني قبل اسبوعين واجتمع مع اعضاء لجنة الطوارئ في محافظة بيت لحم في مقر الدفاع المدني. وكانت رسالة واضحة بانه رأس الحربة في مواجهة مخاطر فصل الشتاء هو الدفاع المدني. الكل بده يدعم الدفاع المدني، مش باب انه هو مؤسسة يعني لا، هو رأس الحربة في هذا الموضوع، هو اللي بيستقبل البلاغات وهو اللي بيركز الجهد الوطني في إدارة الكوارث. فكانت رسالة منه. أيضا هو اللي افتتح فريق الإنقاذ المائي في برج سليمان، وهي رسالة كانت قوية من الأخ أبو فادي للدفاع المدني، وحقيقة ارتفعت معنويات شباب الدفاع المدني. وهذا هو اللي احنا بهمنا، انه ابن الدفاع المدني يشعر بانه جهدك مش ضايع وابذل مزيد من المسؤولية. في اهتمام كمان من الجهات المسؤولة. طيب معنا اتصال على 02-277-488-2 أو 3. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية، الله يسعد صباحكم إن شاء الله. حياك الله. هلا بيك. شادي دنون بيت صحور. هلا بيك يا شادي. بالنسبة للموضوع استعدادات لاستقبال فصل الشتاء والحفاظ على سلامة المواطن وممتلكاته، تفضل. يا ريت بعرف شو في إمكانية إضافة العقيد لأي سرقات على أساس موضوع السرقات اللي بتكثر في فصل الشتاء. يعني لأن صح نحكي احنا عن مستوى دفاع مدني، بس كمان في مستوى بنشر كثير وبزداد خاصة في فصل الشتاء يعني بشكل مش طبيعي. صحيح. موضوع السرقات والممتلكات وهاي الأمور يعني، فبعرف شو في إمكانية يعني لهي الإجراءات أو شو الترتيبات اللي بيعملوها الشرطة في هذا الموضوع يعني.
يعني احنا راح نستضيف العقيد لؤي نحكي معاه في هذا الموضوع، راح نتطرق لهذا الموضوع كمان من خلال، ممكن مش من خلال البرنامج، ممكن من خلال البرامج الثانية الموجودة على مدار الأسبوع عبر أثير راديو بيت لحم 2000. شكرا لك شادي، ان شاء الله يعطيك العافيه. حياك الله، أهلا وسهلا فيك. طيب يعني خلينا نحكي بصراحة، احنا تفضل. يعني انتم بتطلعوا في إرشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، على الإذاعات، على التلفزيونات، نعم. من خلال يعني النشرات التوعوية اللي بتوزعوها كمان. نعم. في تجاوب من قبل المواطنين ولا الناس بتسمع وبتطنش؟ لا، في تجاوب. الدفاع المدني في 2013 سجل على سبيل المثال 59 حالة وفاة في الحرائق. نعم. 59 من حالة 2013. 2013. بال 2016 حالتين وفاة، وبال 2017 6 حالات وفاة. 2 من هذه الحالات كانت في جرائم، بمعنى انه 4 حالات وفاة، يعني كانت نتيجة الإهمال. نعم. هاي أرقام مش طبيعية، وهاي أرقام حقيقة الدفاع المدني بيقف عليها وبتساءل كثير. 2017 قديش؟ 2017 6 حالات وفاة، 6. 2 كانت في جرائم. نعم. و4 حالات كان في 2 أطفال و2 كبار في السن. الدفاع المدني دائما بيطلع على عدد الوفيات في التقارير السنوية وبيعالجها من خلال التوعية. طب أستاذ جورج، أنا عندي سؤال، يعني كيف كانت 59 حالة وفاة وفي 2016 بعد 4 سنوات صارت حالتين وفاة؟ نعم. وفي تناقص في هذا الموضوع. هذا ناتج عن وعي المواطن، عن تبني رسالة الدفاع المدني. بجوز بشكل تلقائي الناس بلشت تطفي الكهرباء قبل ما تطلع، الناس سكر. صارت تستوعب أكثر كمان. نعم. وبعدين كمان أنا بقول لك في الدفاع المدني بيطبق شروط السلامة والوقاية في المباني العالية وفي العمارات، وهذا بينعكس على الشقق اللي الناس ساكنة فيها. اليوم في غاز مركزي، في شجرة غاز جوا البيت. اليوم في كهرباء 2.5 تمديدات هالسلك قطره عشان ما يصير في تماس كهرباء. اليوم ما في شمعة، اليوم في ضوء ليد. كل هاي المسائل مرتبطة برسالة الدفاع المدني وتبنيها، وأيضا شراكة الإعلام اليوم بدأت تفرد مساحة أوسع لقضية التوعية. اليوم في سبوتات إذاعية، في سبوتات تلفزيونية، اليوم في إعلام عصري وفي إعلام كلاسيكي. هذا كليته بيؤدي إلى التوعية، ولكن بنقصنا في بعض الأحيان حوادث السير، وبنقصنا مسألة التوعية في مسألة السيول. يعني بالأمس كان في مكالمة هاتفية بيني وبين مدير عام الأرصاد حول بأنه حالة من عدم الاستقرار الجوي راح تصيب منطقة طوباس. حدد قبل 3 ساعات بأنه حالة من عدم الاستقرار الجوي راح تصيب الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة طوباس. مباشرة وجهنا رسالة عبر وسائل الإعلام، رسائل عاجلة عبر وكالة معا، بيت لحم 2000 نشرها كخبر عاجل على مواقعه. إذا استخدمنا كل وسائل التوعية بما فيها الهاتف الجوال حتى أنه ننبه المواطنين أنه في حالة عدم استقرار جوي. الخسائر كانت مادية، كان مجموعة حظائر أغنام، وهاي رسالة لكل مزارع في تلك المنطقة بأنه يحذر السيول جارفة. بإمكانك نقل الحظيرة، بإمكانك تصريف المياه بعيد عنها، تقنية إلها، تعمل قناة إلها وما تكون عرضة لهذا النوع من المخاطر. المواطنين التزموا بالشارع، ما قطعوا السيل، واحنا شفنا حركة اكتظاظ وأزمة سير في تلك المنطقة. والدفاع المدني في محافظة طوباس ووزارة الأشغال العامة توجهوا إلى تلك المنطقة، عملوا لمدة 6 ساعات بعض السواتر الترابية، فتحوا شقوا بعض المجاري المياه وخلصت المشكلة. 3 عناصر في هذا الحادث: توعية مباشرة من المواطنين، دقة أرصاد جوية وضحت المنطقة، واستجابة من المواطنين لعدم تجهيز السيول، واستجابة من الدفاع المدني لتلك المنطقة عبر المناشدات المختلفة بما فيها الرقم المجاني 102. هذا مثال احنا بنحب نوضحه وبنحب ناخذه كقصة نجاح، انه المواطن مهما كانت قدرة مركبتك ومهما كانت مهارتك في القيادة ما بتجتاز السيول. احنا بنتحدث عن مئات الأطنان من المياه بتتدفق في وقت قصير في منطقة جغرافية صغيرة. شو ما كانت مركبتك قوية راح يدفع السيول، وشفنا كل المشاهد وكل الأخبار بتتحدث عن قصة السيول وقديش صعبة. أستاذ جورج، أنا بحكي لك دول بتنهار قاعدة ومدن عصرية بتنهار أمام التغير المناخي، دول بتنهار أمام الكوارث. إحنا ما بدنا نجلد نفسنا، إحنا بدنا نكون شركاء مع بعض ونستحمل قدرات الدفاع المدني الضعيفة. إحنا ما بدنا، إحنا مش طيب أنت عم تحكي عن قدرات ضعيفة، يعني إحنا بنعرف إنه الجهاز الدفاع المدني قاعد بتطور. عم بيجي يعني بيجي دعم كبير. الدعم يعني الأكبر عم بيروح على الجهاز الدفاع المدني، عم بنتعب عليه، عم بنشغل عليه. صحيح. من ناحية يعني من ناحية دورات، من ناحية تدريبات، من ناحية معدات، من ناحية يعني احنا عم نتطور بقى بنتطور. ماشي. نعم. يعني انت ركزت على موضوع طوباس وحكيت انه كان في اتصال بينك وبين الارصاد. نعم. صحيح. نعم. يعني بنيت انه في خلل راح يصير في طوباس بناء على الارصاد، على المعلومه دقيقه. نعم صحيح. ماشي. طيب
يعني احنا يوم ما بنيجي كل سنه بصير عندنا انه بدنا نعطل المدارس، بدنا نسكر الشوارع، بده يصير فيه مش عارفين، بنطلع بنحكي انه خلص المدارس كلها معطله في فلسطين. نعم. ماشي، بصير في تخبط بين التربيه والتعليم، اخر الليل بصيروا يعلنوا، مم. مره بيعلنوا انه في مدارس بتعلن انه لا فيش مدارس صحيح. التربيه مره بتحكي صحيح. في ولا فيش شيء. صحيح. طب ما بناء في عندنا احنا ارصاد جويه منيحه وعم تشتغل على حالها وعم بتطور في حالها، نعم. وفي عندنا دفاع مدني أوكي. ماشي عم بيشتغلوا، عم بيعرف وين بدها تصير المشاكل، ليش ما بيكون في تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم؟ ماشي، ونيجي نحكي انه اليوم في شتاء غزير راح ينزل في رام الله، ممكن يؤدي لسيول، ممكن يسكر شوارع، راح يصير في بيت لحم في رام الله، في القدس، 1 2 3. نعم. في اريحة مش راح يكون في إشي. نعم صحيح. ليش انا اعطل المدارس واعطل التعليم في اريحة واخلي عشان في بيت لحم إشي وفي اريحة ما فيش إشي، او في مناطق اخرى يعني. تمام. مستوى التنسيق يجب أن يرتفع مع التربية والتعليم. هناك تباين جغرافي، هناك تباين في حالة المناخ بين محافظة ومحافظة. ما يحدث في الخليل بالتأكيد لن يحدث في قلقيلية. محافظة الخليل معرضة للثلوج، نعم. معرضة للرياح، معرضة يعني مجموعة مخاطر. محافظة قلقيلية من الصعب جدا تساقط الثلوج فيها. فيجب أن يرتفع مستوى التنسيق مع التربية والتعليم بحيث بأنه تضع حياة الأطفال أو حياة الطلاب في الاعتبار عند الإعلان عن توقف المدرسة أو تعطيل المدارس. محافظة أريحة دائما نناشد وهنا مناشدة، لأنه إحنا والتربية والتعليم أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع المدني، أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع المدني. دائما الخطر يحدث نتيجة أطفالنا أو طلابنا الذين يدرسون في مناطق بعيدة في محافظة أريحة والأغوار، والذين يسلكون طرق وعرة وطرق على الأقدام من أجل الوصول للمدارس. هذا بيستدعي من كل مدير مدرسة أن يقف أمام مسؤولياته، أن يتابع تقارير الأرصاد الجوية وإرشادات الدفاع المدني، وأن يتخذ قرارا موضوعيا ملوش علاقة بكسر قرار التربية والتعليم، له علاقة بحياة الأطفال. هو كشخص بيقدر يقدر نتيجة التقارير اللي بين إيديه، بيقدر يقرر في هذا الموضوع. فهاي هي المناشدة. أما إذا كان القرار مركزي وكان هناك تحذيرات من موجة أو عاصفة تصيب الأراضي الفلسطينية بشكل عام، هذا بيكون قرار مركزي من وزير التربية والتعليم أو من ينيبه في هذه المواضيع. في تنسيق راح يكون خلال الفترة القادمة بين الدفاع طبعاً المدني طبعا والأرصاد. احنا في تنسيق دائم بيننا وبين الأرصاد الجوية، تنسيق دائم بيننا وبين وزارة الصحة والهلال الأحمر والشرطة والأشغال العامة والحكم المحلي. هذا تنسيق دائم، إضافة إلى التنسيق مع شركات الاتصالات وشركة الكهرباء ووزارة التربية والتعليم. دائما هناك تنسيق، ولكن احنا بنتحدث عن أجهزة تعمل في حالات الطوارئ كالدفاع المدني والشرطة، واللي لديها أوقات ساعات في حالات الطوارئ، لا توجد الإجازات، تمنع الإجازات في حالات الاستنفار القصوى. وبين تربية وتعليم تعمل في دوام يومي، ولا توجد هناك منظومة طوارئ في التربية والتعليم تتابع هذا الموضوع بشكل مركزي. ولكن أنا أنصح هذه الجهات بأنها تستحدث دائرة لحالة الطوارئ على كيفية التواصل مع الدفاع المدني وجهات اللي عندها حالات طوارئ تستمر ممكن لأسبوع لو 10 أيام. طب احنا حكينا في البداية عن مجموعة يعني معدات راح توصل للدفاع المدني. نعم. وحكينا عن تطوير لمراكز نعم صحيح. شو حصة بيت لحم من هذا الموضوع؟ بيت لحم فيها فنادق، أكبر عدد فنادق موجود في فلسطين. نعم. وفي فنادق عم تنبنى لسه، وفي فنادق نعم. عم تطلع، وفي فنادق راح تطلع. نعم صحيح. واحنا بنحكي عن يعني موسم أعياد الميلاد اللي الموجود فيه بيكون بكثافة الزوار والسياح. نعم صحيح. نعم. حقيقة محافظة بيت لحم فيها خصوصية. محافظة بيت لحم هي مدينة سياحية، مدينة عدد سكانها كبير. لدينا صحراء محافظة بيت لحم اللي بنتحدث عن عرب الرشايدة، فيها مخاطر كثيرة. لدينا الفنادق، لدينا المطاعم. محافظة بيت لحم حصلت قبل أو في بداية هذا العام على 3 مركبات: مركبة إطفاء كبيرة، ومركبة إنقاذ كبيرة، وأيضا مركبة إطفاء صغيرة اللي هي بتجمع ما بين الإطفاء والإنقاذ. وأعتقد خلال الأسبوعين القادمين راح يكون في قرار من مدير عام الدفاع المدني بتخصيص سلم هيدروليكي لمحافظة بيت لحم، لأنه إحنا في طور استلام منحة سلمين هيدروليك. قديش الارتفاع؟ أعتقد راح يكون لغاية 40 متر.
و40 متر هي كافية. يعني احنا بنتحدث عن 40 تقسيم 3 أو 2.5 لكل طابق. يعني بنتحدث تقريبا عن 20 طابق أو 17 ل 18 طابق، وهي يعني هي سلالم منيحة. هيدروليك هي لعمليات الإنقاذ. احنا بنأكد على إنه مسألة منع الحريق والوقاية منه هي في تطبيق شروط السلامة والوقاية. هناك دائما جدل بيننا وبين نقابة الفنادق بانه احنا مشددين في تطبيق شروط السلامه والوقايه، بدنا مده اضافيه لحتى نطبق. احنا بنقول على انه ما تجازف بحياه الناس. اذا اصيب سائح نتيجه خلل من هذا الموضوع انت ستضرب سمعه السياحه. استثمر جيدا في شروط السلامه والوقايه، وكن سببا في وسائل الجذب، وما تكون سببا في يعني خلخله في وسائل جذب السياح لهذه المناطق. وانا بعتقد تعليمات مدير عام الدفاع المدني واضحه. يسروا الأمور، سهلوا مع الناس، أعطوا مدد يعني كافية للأشياء اللي ممكن يكون فيها مجال للتهاون أو يكون فيها مجال للمرونة. ولكن القانون سيطبق في موضوع سلم الطوارئ وأنظمة الإطفاء التلقائي في الفنادق والمحلات اللي فيها خطورة عالية. طب غير السلم؟ غير السلم راح يكون في كمان مركبة إطفاء يعني إن شاء الله، وراح يكون في معدات لدعم هاي المركبتين. يعني احنا بنتحدث عن مركبة مجهزة بكل المعدات اللي بتتحدث عن إطفاء، أجهزة أكسجين، إسعاف، يعني حبال. كل هاي المسائل راح تكون يعني متوفرة مع المركبات. ولا ننسى سيدي جورج